مش معقول النصر بيجهز عرض فلكي لاقناع رافينيا بالرحيل عن برشلونه. مش هتصدق ابو الكباتن والله ان الارقام المرعبه دي تدفع في رافينيا. يعني ده رافينيا يعني النصر ما عملش غير صفقه واحده بس هذا الصيف، وفي شك على مستقبل جناح برشلونه البرازيلي رافينيا، هل هيرحل عن الفريق ولا لا؟ وده في ظل ان في كذا نادي عاوز يتعاقد مع رافينيا، ولكنه في كل مره بيطلع وبيقول لك انا مش هغادر برشلونه. رافينيا صاحب ال 27 عام ارتبط اسمه الموسم الماضي بالانتقال الى الهلال او النصر بالتحديد، ولكنه زي ما قلت لك حافظ على موقفه وقال انا مش هغادر برشلونه، لحد ما صحيفه سبورت الكتالونيه كشفت عن نيه النصر تقديم عرض فلكي لمحاوله اقناع رافينيا بالرحيل. ولما اقول لك السعوديه مقدمه عرض فلكي يبقى فعلا عرض فلكي بيتضمن 100 مليون يورو لبرشلونه، 20 مليون يورو سنويا للاعب، وده بعقد لمده 3 سنوات، يعني في ال3 سنين رافينيا هياخد 60 مليون يورو. طب ليه ابو الكباتن اداره النصر بتعمل كده؟ هقول لك انا، علشان بتواجه حمله غضب كبيره من جمهور الفريق، سواء علشان الاداء او النتائج السلبيه في معسكر الفريق، خاصه والخساره برباعيه من بورتو، او علشان لحد دلوقتي ما تعاقدوش غير مع صفقه الحارس البرازيلي بس. فانت ابو الكباتن مع ام ضد رحيل رافينيا عن برشلونه؟